وداعا يا أحن قلب. ياسمين عبد العزيز في لحظة وداع، إنا لله وإنا إليه راجعون. غيب الموت الآن أقرب إنسان للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز. تلقت الخبر وهي في حالة من الانهيار، وهي اللي أعلنت الخبر بنفسها على حسابها الرسمي انستجرام لوالدها الغالي اللي كان سندها وملهمها طول حياتها. الخبر نزل زي الصاعقة على جمهورها اللي كان متابع كل تفاصيل حياتها، ونشرت ياسمين بوست مؤثر جدا بتودع فيه والدها على حسابها الرسمي وقالت: أبويا الحبيب في ذمة الله، ربنا يرحمك يا أغلى الناس، بدون ما تذكر موعد الجنازة والعزاء. وتحولت منصات السوشيال ميديا لسرداق عزاء كبير. احتفلت امبارح بعيد ميلادها، والنهاردة بتودع أبوها، واللي كتير ما يعرفوهوش عن أبوها. فوالد ياسمين عبد العزيز الأستاذ محمد عبد العزيز كان قصة كفاح لوحده في شبابه. كان ممثل موهوب وصديق مقرب للفنان حسن يوسف، لكن حياته خدت منعطف مختلف بعد ما اشتغل في فندق كبير ووصل لمنصب مرموق. موقفه ضد الفساد كان أسطوري لما اكتشف عملية اختلاس كبيرة وقرر يواجه، لكن الدنيا كانت أقوى منه فساب الشغل وكرس حياته للهدوء والزهد. ياسمين كانت دايما بتحكي عن إن أبوها هو اللي علمها معنى الصبر والقوة، وكان دايما بيدعمها في كل خطوة. النهاردة ياسمين بتودع أحن قلب في حياتها، وجمهورها كله واقف جنبها بالدعاء ليها ولعيلتها بالصبر والثبات. ربنا يرحم والد ياسمين ويجعل مسواه الجنة. انهيار النجمة ياسمين عبد العزيز